بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة يمنى. وصفة اليوم رشتة درتها بمقادير مضبوطة، لأول مرة يديرها رايحة تجيه سهلة بإذن الله. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة نبدأ بالرشتة، هذه خدمتها معاكم بالسميد وحده والنتيجة ديالها كانت روعة. نوري لكم طريقة تاع التفوار ديالها. هنا وزنت لكم هكذا باش اللي عمرها لا دارتها رايحة تجيها سهلة ان شاء الله. درت 500 غرام رطل رشتة. دهنوا الكسكاس ديالكم بشويه زيت باش ما يلصقش معاكم، وديروا قدره ديروا القدره ديالكم، عمروها بالماء، عمروها نص برك ما تعمروهاش بزاف. وكي تغلي حطوا الكسكاس وخلوا الرشتة تفور مليح، لازم تفور مليح. بعد ما تفور هكذايا وهي سخونه، ما تخلوهاش حتى تبرد، وهي سخونه بداو ترشوا عليها الماء. لازم الماء يكون دافي رايح للسخون، ما ديروش ما بارد. بداو ترشوا وتقلبوا هكذا كميه صغيره، وزعوها باش ما تغلبكمش. هكذا بداو تقلبوا. انا في رطل درت كاس تاع ام وليد، درتو كاس كامل بصح باش نتفاهموا. انا خدمتها بسميد ماما، تما كل واحد على حساب الدقيق ديالو. المهم نتوما قعدوا رشوا فيها وقلبوا تبيض معاكم هكا شويه، بصح بالك تشمخوها بزاف حتى وين تتعجن معاكم. هاك دوكا نروحوا نغطوها ونروحوا نكملوا الرطل الثاني بنفس الطريقه. هاي الكميه الثانيه بعد ما تفور مليح لازم تخلوها تفور. من بعد نروح نجيب الماء ونرشها. الماء لازم يكون دافي، راني نأكد عليها. وهي سخونه بداو ترشوا. اللي ما يحملش السخانه يدير بفرشيطه ولا بصح بلا ما تقطعوها. ترشوا بشويه بشويه وقلبوها حتى تشربها كامل. من الاحسن تمسوها بيدكم باش تعرفوا الا شربت ولا لا. بعد ما نكملوها كامل نروحوا نغطوها ونخلوها كي تنشف. نروحوا نعاودوا نفوروها المره الثانيه وندهنوها بالسمن ولا بالزبده. انا دهنتها بالسمن، فهمتوني؟ تما بعد نعاودوا نفوروها وندهنوها. ندهنوا الكميه الاولى ونزيدوا الكميه الثانيه. هايليك نغطوها نفس الشيء. كملت الكميه الثانيه، هايليك حليتها شويه. ومن بعد نروح ندير لها سمن ولا زبده اللي تحبوا. الافضل ديروا سمن. هايليك نغطوها ونخلوها حتى من بعد نشوفوا واش نديروا بها. هنا نروحوا للمرقه ديالنا. نبداو بالدجاج. الدجاج بعد ما تغسلوه وتنقوه ديروا له الملح والخل ولا القارص، ديروا له تاني معها شويه زنجبيل، راح تنحي لها ريحه السفوريه تاع الدجاج. بعد نحتاجوا البصل. نحتاج البصل. المرقه باش تجي خاتره تحب البصل، من الافضل تخيروا البصل الابيض. من بعد نوري لكم على الاخر الدقه اللي درتها. هاي ليك تسحقوا. هنا وزنت لكم جاتني 280 غرام. وهنايا حبه لفت صغيره سكرفشتها في الرقيق كامل. نروح هنا في طنجره ولا انا درت في كوكوطه ثقيله تساعدني نقليها مليح في غردي. هنا درت شويه زيت وشويه سمن. اللي يحب يدير الزبده يدير الزبده. ومن بعد نروح نحط الدجاج كل واحد على حساب عدد الافراد تاع العائله ديالو. ومن بعد نروح نحط البصل. هاي لك الكميه تاع البصل. نروح نوزعها كامل في هذاك الزيت هذا. ونروح نزيد هذاك الكميه تاع اللفت غير شويه برك. ومن بعد نروحو نديرو التوابل. الرشته معروفه بفلفل الكحل ملح وقرفه. شوفوا الفلفل الكحل ديروا غير شويه ما تكحللكمش المرقه، ديروا شويه كيما درت ربع ملعقه صغيره. وعود قرفه ومغرفه صغيره ممسوحه تاع زنجبيل. انا نزيد لها زنجبيل. والقرفه من الافضل ديروا عود. هنا زدت لها جامبو كيما تحبوا، لكن حبيت نعطي لكم طريقتي كيفاش تجي وتجي بزاف بنينه. درت هذاك المكعب وزدت ملح شويه، خاطر الملح تاع الجامبو ما راهوش حيكفينا، خاطر رانا حنمرقو. هنا مادام راني حنخليها تتقلى واحد النصف ساعه، تسمى لازم ندير لها الماء.
درت لها الماء حوالي واحد النص كاس ماء ولا كاس غير ربع، وهنا زدت رشه صغيره تاع قرفه، ما تكتروش غير رشه. نخلط كلش ونخليها تتقلى مليح. قبل ما تتقلى نروح ندير الحميصه، هايليك باش تجي بنتها. هنايا شوفوا كي تتقلى ساعه ساعه قعدوا حركوها وخلوها. انا خليتها واحد النص ساعه وهي تتقلى. على قلت لكم لازم ديروا الماء. هنا بعد ما تقلى نص ساعه وطلق الدجاج كامل اللي داموا البنه ديالو، هنا نبدا نحط الخضره. كل واحد واش يحب يدير، كاين اللي يحب يديرها غير باللفت، كاين اللي يحب يدير لفت وقرعه. انا نحب هاد الميلونج تاع الزروديه لفت وقرعه، نحطها باش تدي البنه تاع المرقه. نخليها تتقلى في هذيك التقليه، من بعد نمرق باش ما تجينيش الخضره صامته. نبدا بالزروديه هي الاولى خاطر هي اللي طول شويه في الطياب، نخليها واحد 10 دقائق هكذاك، ومن بعد نحكم من اللفت نقسمها على زوج باش تمتم يدخل لها الطياب وتدي البنه تاع المرقه. نقسمها على زوج، نحطها نخليها واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. المهم حتى تشوفوا بلي هذيك اللفت بدات الطرف ديالها هكا يبداو يولوا ترونسبارون، يبدا يدخل لها الطياب. فهمتوني كيفاش؟ المهم من بعد نروح نزيد القرعه ما تاخدش وقت بزاف. نزيد القرعه ونروح نمرق. هنا مش تمرقوا، لازم الماء يكون سخون، ما تمرقوش بالماء بارد، ومرقوا من الطرف، ما تمرقوش في الوسط تشلوا داك الدجاج وكلش. من بعد هنايا نحطوا نار متوسطه، نخلوها تكمل الطيب، القرعه واللفت وكامل الخضره يطيبوا مليح، والمرقه هذيك تتقل شويه تتجمر. هنايا مرقت بواحد 900 مليلتر، ما لحقتش الريتله هكذا. اللي يحب المرقه تكون صافيه ما فيهاش البصل يقدر يصفيها، هذا ما خطر. كاين اللي ما يحبوش المرقه يكون فيها البصل. ما كان هنا راني نوري لكم كيفاش المرقه راهي. هنا مازال ما كمل طابت الخضره. شوفوا لازم تكون بيضه. هايليك. وهنا التزيين الدجاج هذاك عاودت نحيته وحمرته، وهنا راني نشبح فيها. هايليك ندير قرعه لفت زروديه حتى نكمل كامل، نحط اسمها نحط هذه الحميصه كامل، وندير لها شويه قرفه. القرفه انا نديرها في اللفت، هي بيضه باش تبان. هاي لك النتيجه كيفاه. لازم الرشته اللون تاعها تجي هكا، تجي صفرة والداخل تكون بيضه. وهنايا حتى بعد ما كليت الرشته ونسيت كامل باش تفكرت باللي ما صورت لكمش، قعدت لي هاد شويه قلت لا غير نصورها باش تشوفوا باللي تقعد طويله وتجي خفيفه وتشرب بالمرقه وتجي بنينه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتعطوني رايكم في التعليقات. بلا ما نطول عليكم، إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على اللايك فضلا وليس أمرا، والاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. سلام.